الجيم اللي جنب بيتنا ده بيجي في اخر اسبوع في السنة واول اسبوع في السنة يخلي اشتراك السنة كاملة ب1000 جنيه. هو ليه بيعمل كده؟ عشان عارف ان احنا في اخر السنة واول السنة بنقعد نقول سنة جديدة حياة جديدة، فيقولك بقى طب ما تشترك في الجيم وانت نفسك تنزل الجيم والسنة يا عم ب1000 جنيه، عشان عارف ان انت هتروح اسبوعين اخرك شهر وهتتكل على الله. هتتكل على الله، مش هتموت، لا مش هتروح تاني. في الفيديو ده هقولك على 19 عادة تحطهم في حياتك عشان تشوف تغيير جامد جدا. اول حاجة، هات ورقة وقلم واكتب 5 حاجات نفسك تحققهم وابدأ اشتغل عليهم وتكون حاططهم كده في ورقة قدامك عشان تكون فاكرهم. تاني عادة، نظم البيئة اللي حواليك ورتبها عشان تبقى مهيئة انك تذاكر تشتغل تنجز اي مهمة انت نفسك فيها. وخلي بالك لو البيئة اللي حواليك مش منظمة مش هتعرف تنجز اي حاجة. تالت حاجة، حاول تتمشى كده وتبقى نشيط ولو تلت ساعة في اليوم عشان تحرك جسمك. رابع حاجة، انك لو تعرف اي معلومة حتى ولو صغيرة حاول ان انت تفيد بيها غيرك، صدقني هتفرق جدا. خامس حاجة، انك لو بتشتغل او بتاخد مصروف حتى اعمل بادجت لنفسك. معظم الناس في اول اسبوع من الشهر او اول اسبوعين من الشهر يجي يقولك يا لهوي المرتب خلص، المرتب الجديد هينزل امتى؟ دي كارثة بجد يا جماعة. لو انت بتقبض مبلغ ومش مكفي معاك لاخر الشهر دي كارثة. لو انت مش بتعرف ان انت تحوش من مرتبك او من مصروفك، هات ورقة وقلم كده وشوف انت بتصرف فلوسك فين، وحاول ان انت تقطع الحاجات اللي انت بتصرفها على الفاضي، اللي هي اكل من بره، حلويات، اي حاجة ملهاش لازمة. ولازم تحط كده مبلغ ولو صغير من مرتبك تحوشه في حصالة في اي حاجة، المهم ان انت لازم تشيل مبلغ ولو صغير. سابع حاجة، انك تبدأ تتعلم لغة جديدة. سيبك بقى بص من تمرين القلب وتمرين الجسم، تمرين ده حاجة تانية خالص عشان لما تكبر كده يكون ده شغال معاك، ده عضلة انت بتدربها. فهات ورقة وقلم كده واقعد اتعلم لغة جديدة. لو انت ما بتتعلمش او ما بتعرفش تتكلم انجليش فما تعملش اي حاجة تانية في حياتك دلوقتي ايا كان ايه هي غير ان انت تقعد تتعلم انجليش، عشان ده هيشغلك اي حاجة انت عايزها. الانجليش ده للأسف هو دلوقتي اللي متحكم في العالم. فانت عشان تعرف تشتغل او عشان تعرف تعيش او عشان تعرف تشتغل في اي حاجة او عشان تعرف تاخد مرتب كويس في اي حاجة، تقدر ان انت تذاكر او تقرأ اي حاجة، فلازم تتعلم انجليش. لو انت معاك انجليش بقى خلاص خش بقى على الماني، اسباني، فرنش، اي حاجة. تعمل حاجة ان انت تقعد مع نفسك ولو كده نص ساعة كل شهر، تقعد بقى كده تسمع افكارك، دماغك بتقولك ايه، وخلي بقى دماغك تقعد كده تفكر وتقول افكار انا عملت ايه الشهر ده، ايه الحاجات الحلوة وايه الحاجات الوحشة وايه الحاجات اللي نفسي اعملها الشهر الجديد. نص ساعة بس والله هتفرق مع نفسك جدا. احنا بنخاف نقعد مع نفسنا معرفش ليه او بنزهق، بس القعدة لوحدك دي مع افكارك احلى حاجة. تاسع حاجة، حاول ان انت تبطل عادة سيئة انت بتعملها ايا كان ايه هي. جرب كده تقول انا هبدأ من جديد وهبطل العادة دي، تقف وقفة كده مع نفسك. حتى لو هتقع بعد اسبوع مش مشكلة، جرب تاني عادي. احنا مخلوقين ان احنا نفشل ونحاول، وان النفس امارة بالسوء، بس نحاول طالما لسه عايشين لازم نحاول. 10 حاجة، انك تنظم وقتك. هتعمل ايه من الوقت ده للوقت ده، هتبقى فاضي امتى، والله خيال. رقم 11، ايه اكتر حاجة انت بتخاف منها؟ قولي كده. ايه ده؟ المرتفعات؟ انك تروح برج القاهرة؟ طب روح برج القاهرة. اكتر حاجة بتخاف منها اعملها. ما تخافش من حاجة في الدنيا دي غير ربنا. حاول على قد ما تقدر تقرأ كتب كتير، صدقني احلى حاجة ممكن تعملها في حياتك انك تقرأ. رقم 13، اهتم بصحتك، باكلك الصحي، بشربك. من الاخر كده اهتم بنفسك. النقطة اللي بعدها انك تعمل حاجة اسمها جورنالينج، انك تدون افكارك. شفت واحد قبل كده بيقول ان كلنا بيجيلنا فكرة ب1,000,000 جنيه يوميا، بس للأسف الدماغ مش بتخليك تخزن الافكار. فعشان كده بقولك انت اي فكرة جديدة اكتبها، حطها على جنب كده في نوت على الموبايل او في نوت كده جنبك في اي حاجة، وقسم بقى كده دي افكار للمشاريع، دي افكار لتنظيم البيت، دي افكار لشغلي. المهم انك تكتب. رقم 15،
انك دايما تقول الحمد لله. الحمد لله يا رب ان انا بصحتي النهاردة ومش مريض. الحمد لله يا رب ان انا بعرف اتنفس. الحمد لله يا رب ان انا عندي بيت وسكن و4 حيطان. احنا في نعم كتير قوي ومش حاسين بيها وغيرنا محروم منها، فالحمد لله دايما. النقطة اللي بعدها، حاول انك تثقف نفسك دينيا. حاول مثلا كده انك تقرا في السيرة النبوية، اعرف حاجات كتيرة عن دينك، صدقني هيفرق جدا، هيفرق معاك قوي في قربك لربنا. النقطة اللي بعدها، حاول انك تتعلم اي حاجة جديدة انت مش بتعرف تعملها ونفسك انك تعملها. رقم 18، اي حاجة انت نفسك تعملها او اي مكان انت نفسك تروحه خلال عمرك كله اكتبه. تقول انا ان شاء الله ربنا يديني طولة العمر، بس ان شاء الله قبل ما اموت ربنا هيوفقني واعمل الحاجات دي. خلي عندك يقين بربنا انه هيوفقك في الحاجات اللي نفسك فيها، وخلي الحاجات دي كده قدامك. رقم 19 والاخير، انك تنام كده وانت مزاجك رايق وانت حامد ربنا ان اليوم كده عدى على خير، ولو حاجة حصلت وحشة عديها ونام كده مبسوط. هتصحى تاني يوم مبسوط كده ومزاجك رايق، عشان مفيش حاجة في الدنيا دي كلها تستاهل انك تتضايق او تزعل نفسك، عشان دي دنيا. فنام كده مبسوط واصحى مبسوط. اتمنى بقى منك انك تطبق ولو عادة واحدة بس منهم او عادتين، يعني طبق، المهم طبق وبس كده. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش سبسكرايب في القناة لو اول مرة بتشوفوني، وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، ولايك كتير على الفيديو ده وشير لكل اصحابكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.